بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، يسعدنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف أحد علمائنا ومشايخنا، الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، جزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله أن يسدد خطاه، وإخوانه العلماء الدعاة السلفيين الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح، وبذلك يقضون مضاجع أهل البدع والأهواء، ويحطمون ما يقومون عليه من بدعهم وأهوائهم. فيقوم فضيلة الشيخ وأمثاله من إخوانه العلماء في جميع أنحاء العالم، علماء السلف الذين ساروا على منهج محمد عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة رضي الله عنهم واتبعوا هذا الطريق. فإننا في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ ربيع ليحدثنا وليتحفنا بكلماته وتوجيهاته المعروفة المسموعة والمقروءة، فهو جزاه الله خيرا. وإن كان الكلام لا ينفع بحضوره فلست أقول شيئا مصطنع، إنما هو حق، فنسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا، وإخوانه العلماء الذين هم هنا في الرياض أو في المدينة أو في الشرقية أو الغربية أو غيرها من مناطق المملكة ومناطق العالم عامة، نسأل الله تعالى أن يوفق جميعا وأن يثبت الخطى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم الأهواء والبدع، وأن يعيذنا وإياكم منها، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا أهلها وأن يفضح سترهم، ونسأل الله جل وعلا أن يبين عوارهم، ونسأل الله جل وعلا أن يظهرهم للناس ليعرفوهم، ونسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بنصرة منهج السلف الصالح وظهوره وبزوغ شمسه، فشمسه والحمد لله وقمره ظاهر أبدا، إلا أن أهل البدع يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فنسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. فمع شيء الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فبادئ ذي بدء أقول لكم إني أحد طلاب العلم، ولست بالعالم ولا العلامة ولا بالأستاذ، وإنما أنا طالب علم. وهذا الأدب أخذناه ولله الحمد من شيوخنا، ومنهم الشيخ حمود التويجري رحمه الله. كنت أكتب في مسألة من المسائل وأجمع أقوال العلماء الأموات والأحياء، فأحببت أن أعرف رأيه عبر التليفون، فسلمت عليه وسألته عن حالي وصحته، ثم قلت: ما رأيكم؟
في قضية كذا وكذا، قضية التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال أنا لا أرى فرقا. قلت وقد كتبت عن كثير من علماء السلف ومن غيرهم، وكتبت أقوال الأحياء، وأنت واحد من هؤلاء العلماء، فأريد أن أسجل كلمتك في هذا الموضوع في عداد هؤلاء العلماء. قال لا، أعوذ بالله، والله ما أقبل، أنا لست بعالم، أنا طالب علم، هذا يعلم التواضع. فأنا أنصح نفسي وإخواني بهذا الخلق العظيم والتواضع. وأذكر أن اليوم جلسنا مع أحد هيئة كبار العلماء الأفاضل الذين والله استفدنا من الجلسة معهم، ومن أفضل ما استفدناه منهم هذا الخلق العظيم، خلق التواضع. فيقول قضية الفلانية ما كنا نعرفها وإلى آخره، وهو تواضعا منه. فخرجنا ولله الحمد. نتمنى أن يكون شبابنا وكثير من إخواننا طلاب العلم أن يقتبسوا هذه الأخلاق من هؤلاء العلماء الأجلاء الذين أعز الله بهم الدين ونشر على أيديهم الخير والحق والسنة. ولكن في ذهني شيء أحب أن أقوله لشبابنا تذكيرا لهم بنعمة الله تبارك وتعالى التي يعيشونها، نعمة وضوح الحق في هذا البلد، ونعمة التوحيد، ونعمة الأمن، ونعمة الإيمان التي لا يجحدها إلا مكابر يريد الشر للناس. وأريد أن أذكر لكم حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذه الغربة يعني تأتي في بعض البلدان، وأشد ما نزلت الغربة غربة الإسلام بهذه الجزيرة، جزيرة العرب ومهبط الوحي ومنطلق المجاهدين. هذه الجزيرة نزل بها بالإسلام فيها من الغربة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك كتب التاريخ وكتب علماء الحق ذكروا هذه الغربة، غربة العقيدة وضياعها، وغربة التطبيق للإسلام في الحكومات في هذه الجزيرة، وغربة العقيدة التي هي أصل الإسلام ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكثير منكم قد يكون قرأ تاريخ هذه الجزيرة وكم مر عليها من القرون، وأهلها كالوحوش الضارية يفترس بعضهم بعضا، قتل، نهب، سلب، قوافل الحجاج تقتل وتنهب سنين وقرون حتى جاء الله بالدعوة السلفية على يدي الإمام المجدد الإمام محمد عبد الوهاب، وعلى يد أنصاره أصحاب السيف آل سعود. أدوا للإسلام جدته وعزته وكرامته في هذه الجزيرة، وطاردوا هذه الغربة، فنشروا العقيدة في دعوتهم وفي مؤلفاتهم وفي كتبهم ومن خلال جهادهم ومن بريق سيوفهم. وقامت دولة محمد بن سعود ثم دولة عبد العزيز التي امتد فتحها إلى جنوب الجزيرة وإلى شمالها، وكان بنفسه إماما مجددا، وكان يكتب في التوحيد ويكاتب العلماء ويكاتب الأمراء كأنه من كبار العلماء وهو كذلك من كبارهم، سيف ودعوة على غرار دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأسلوب في الدعوة والتربية ونشر الحق والدفاع عنه ما عرف إلا في عهد الرسول وفي عهد أبو بكر حينما قضى على حركة المرتدين، دمروا القبور، وقد اكتظت الجزيرة بهذه القبور المعبودة من دون الله تبارك وتعالى، ومحوا آثارها إلى آخر أثر. وتجد الواحد منهم من الكبار العلماء
ومن كبار الحكام والأمراء والملوك يدفن في قبر عادي إلى جانب العجائز والأطفال والمساكين، لا ميزة لقبره على قبور الآخرين. بينما نجد حكاما في الماضي وفي الحاضر إذا مات وهو مجرم خرافي قبوري تشاد عليه القبور والمساجد وتبنى المقابر. رأيت مسجد مقبرة في الهند، مقبرة تاريخية بناها أحد الحكام، وأعاد ذكرى هذه المقبرة أولاد الخميني أتباع الخميني، فبنوا مقبرة على قبره النجس تكلف 15 مليار. بينما هذه البلاد بفضل هذه الدعوة السلفية الصحيحة التي نشرت بالعلم والسيف جنبا إلى جنب، وهذه الدولة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وشادت المساجد وشادت المدارس والجامعات، ووضعت المناهج السلفية تنفق عليها الملايين، وأقامت مراكز الدعوة في داخل هذه الجزيرة في المملكة وغيرها وفي الخارج، وانتشر ضوء الإسلام من خلال هذه المراكز ومن خلال هذه المدارس. ولولا حقد أهل البدع وتآمرهم على هذه الدعوة وعلى علمائها وحكامها لرأيت العالم الآن يضيء بالدعوة السلفية. كم خرجت هذه الجامعات من شباب الأمة؟ لو كان هؤلاء كلهم أخذوا بهذا المنهج الحق وذهبوا ينشرونه لكانت الدنيا الآن تضيء بنور الإسلام ونور الحق، وانجابت شعب الباطل والضلال عن كثير من ضلال المسلمين وحتى من الكفار المجرمين. ولكن أهل البدع تآمروا على هذه المؤسسات العظيمة للدعوة السلفية والتي قامت من أجلها، أقامها العلماء وأقامها الحكام لإعادة المسلمين في العالم إلى حظيرة الكتاب والسنة وإلى تبديد الضلال والظلمات التي حاقت بالإسلام وبالأمة الإسلامية. لولا تآمر أعداء التوحيد والسنة لخرج طلابها حملت هذه الرسالة في العالم، ورأيت العالم الإسلامي على غير هذه الحالة السيئة التي يعيشونها الآن. والله لقد حاربوا الحق وأرادوا إطفاء نور الله، وأبعدوا كثيرا من الدارسين في هذه الجامعات، والذين لو سلموا مكايد أهل البدع لخرجوا علماء حق وعلماء سنة. ولكن ما انتطأ قدم الغريب أو المواطن هذه المؤسسات وإذا بهم يشوهون توحيد الله وأهله والمنهج السلفي وأهله، ويلمعون بدعهم وزعاماتهم الخرافية الضالة، وغرسوا هذا في نفوس أكثر من يدخل في هذه الجامعات ليحقق غاية معينة، فأوجد له غايات رديئة خبيثة تضر بالإسلام والمسلمين. فهذه والله كارثة حاكت بالإسلام، ويريد هؤلاء الضالون أن يعيدوا إلى هذه البلاد غربة الإسلام وغربة أهله. هذه مكايد الأعداء وخططهم الإجرامية معروفة، وأعمالهم الخطيرة المدمرة معروفة واضحة كالشمس لكل من يحترم عقله ويحترم الحق. ونأسف أن كثيرا من أبناء هذه الجزيرة صاروا ضحايا لهذه المؤامرات الخبيثة ولهذا التخطيط المدمر الرهيب. فنحن ننصح شبابنا أن يقبلوا على كتب التوحيد وعلى كتب الدعوة السلفية، كتب السابقين واللاحقين، وكتب أئمة الدعوة بالذات الذين أعادوا للإسلام جدته وعزته وطاردوا عنه الغربة التي نزلت به قرونا طويلة. ننصح شبابنا أن يقبلوا على هذه الكتب
وينهلون منها من هذه المشارب العذبة الفياضة بالحق، ينهل منها الحق، ينهل منها العلم، ينهل منها العقيدة، ينهل منها معرفة الحلال، معرفة الحرام، معرفة السنة، معرفة البدعة وما شاكل ذلك. وبهذا إن شاء الله نطارد الغربة التي يريد أعداء الإسلام أن يعيدوها إلى هذه الجزيرة. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أذكركم الله أن تعودوا إليها وأن تحافظوا عليها باحترام هذه العقيدة واحترام هذا المنهج ومطاردة كل ما يضادها من الأفكار والعقائد مهما طبل لها أهلها ومهما زخرفوها ولمعوا شخصياتها المزيفة. فهذه والله مكائد دفعهم إليها الحقد والحسد. ولهذا ترى لا يقصد عدو خبيث هذا البلد إلا وتجد التطبيل في الصحف والمجلات والمؤتمرات والمؤامرات لأعداء هذا البلد، أعداء التوحيد والذين يريدون أن يعيدوا الغربة إلى هذا البلد. الحرب التي دارت بين الروافض وبين العلمانيين العراقيين، علماء هذا البلد وحكام وازنوا أي الشر الأخطر وأي شر ندفع، فترجح لهم الوقوف مع العلمانيين ضد الروافض الحاقدين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وعلى كل من يحمل هذا الحق وهذا النور الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو تمكنوا من غزو هذه الجزيرة لعادت الغربة أشد مما كانت. فكان هؤلاء المبتدعون الضالون يؤيدون الخميني الرافض الحاقد على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتلهفون لنصرته على هذا البلد وغيره عداء لهذه العقيدة التي دمرت قبور أجدادهم وأوليائهم. وكانوا يقفوا إلى جانب الخميني ويقول إن صدام كافر، صدام ملحد، صدام زنديق، صدام كذا. فلما جاء يصدمنا بجيوشه الجرارة قالوا عبد الله المؤمن. وقاموا بالمؤتمرات والمؤامرات وهيجوا العالم الإسلامي على هذا البلد والتفوا بهم حول صدام ينصرونه ويؤيدون. لماذا؟ لأنهم يريدون الإطاحة بعقيدة التوحيد على يد أي عدو من الأعداء، صدام ولا الخميني ولا أمريكا ولا غيرها. مكايد رهيبة وعقول شبابنا لا تدرك هذا الخبث وهذا المكر وهذا الكيد. فافهموا يا شباب وأعقلوا مكايد الأعداء وأنهم ما يقدمون لكم أفكار زعمائهم الضالين لنصرة الإسلام أو لشيء آخر أو لسواد عيونكم، إنما هي أفكار ضالة في بعضها إلى جانب حقدهم على توحيد الله الذي أظهره الله تبارك وتعالى على يدي علماء هذا البلد وشادوا له هذه الجامعات وهذه المدارس العظيمة. كيف هذه الدعوة الوهابية كيف تصبح تملك دولة تقوم على الكتاب والسنة وتشيد الجامعات دول راحت، دولة المغول في الشرق ودولة أتراك هناك وكذا وكذا، وتبقى هذه يا الله نطيح بها. والله ما دخل مكان التبليغ والإخوان المسلمين ما دخلوا في هذا البلد إلا كيدا لعقيدة التوحيد ويريدون الإطاحة بها، ولهذا يساندون كل عدو يقصد بلاد التوحيد ليعيدوا إليها الغربة التي حاكت بها قرونا. فماذا يريدون بعد أن تقوم هذه الدولة وهؤلاء العلماء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجد الأخطاء، والأخطاء توجد في كل زمان، وأبناء الصحابة حصل فيهم الأخطاء في العهد الأموي. في العهد الأموي يقول ابن تيمية في كتاب الفتاوى لقد جهل تحريم الخمر في العهد الأموي في عهد عدة الإسلام، هذا على هذا تزني، لكن والله بلغ الجهل مبلغه. وما أعرف دولة بعد الخلافة الراشدة وبعد الدولة الأموية قامت بالتوحيد أو درست التوحيد أو شهدت المؤسسات التوحيد مثل هذه الدولة.
هل دولة الأتراك، هل دولة المغول، أي دولة من الدول شهدت جامعات لتوحيد الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهل الدول التي قامت الآن باسم الشعارات البراقة الكاذبة التي قامت الآن في السودان وإيران وأفغانستان، هل تستطيع أن تضع هذه المناهج في مدارسها؟ وهل تستطيع أن تبني لبنة واحدة لهذه العقيدة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل تستطيع؟ الآن في دولة السودان تعقد مؤتمرات لوحدة الأديان، مؤتمرات، ويتبجحون بدون خجل ولا حياء ولا احترام لمشاعر المسلمين، يتبجحون بالحديث عن هذه المؤتمرات في إذاعاتهم وفي صحفهم. هؤلاء الحاقدون يريدون دولة من هذا الجنس وعلى هذا الطراز، ويعتبرونها دولة رائدة تدعو إلى وحدة الأديان، تشيد الكنائس، تشيد القبور، تفعل وتفعل وتفعل، وهي دولة إسلامية رائدة يجب أن تحتذى. عند كثير من هؤلاء الكائدين وعند كثير من المخدوعين بهم ممن لا يزالون يلبسون لباس السلفية. وتعرفون ماذا جرى في أفغانستان وماذا كلف الجهاد الأفغاني الأمة الإسلامية، ماذا كلفها من أموال طائلة مليارات، وقدموا أبنائهم وقدموا الشهداء تقدموا للإسلام. فماذا كان مصير هذا الجهاد الذي قدمت فيه هذه التضحيات؟ مصير أن القبور لا تزال تشاد إلى يومك هذا. وبعد الجهاد الطويل مدوا أيديهم إلى الأخوان إلى الشيوعيين الأصلاء الذين جلبوا روسيا، وضع أيديهم في أيديهم، وضع أيديهم في أيدي الباطنية، وضع أيديهم في أيدي الروافض. هذه الأنماط هي التي تريد أن تستأصل العقيدة السلفية من هذا البلد، ويريدون دول على هذا الطراز وعلى هذا الغرار. لا يمكن أن يأتوا بدولة التوحيد أبدا، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. نحن نرجو من المسؤولين أن يتخلصوا من الأخطاء التي وقعوا فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم على أنفسهم ليتخلصوا من هذه الأشياء التي يفرح بها الأعداء. إذا بكوا منها كذابين، والله الآن يقول لك الربا، يقول لك كذا، والله لا نصدقهم. إنما الهدف الأساسي هو الإطاحة بعقيدة التوحيد. هذه النعرات الخارجية لا تهدف إلى إقامة دولة سلفية، تهدف إلى إقامة دولة إخوانية قطبية أو تبليغية تناهض عقيدة التوحيد وتقوم على أنقاضها. فاحذروا كل الحذر وادركوا كل الإدراك، واقرأوا كتبهم ماذا عندهم من عقائد، وادرسوا واقعهم دراسة واعية، لتروا أن الحقيقة هي ما برز في الساحة الآن هنا وهناك من البلدان التي ذكرناها. فإذا قالوا لا حكم إلا لله، ما هو هذا الحكم إلا لله؟ لا بد للإسلام أن يحكم. ليه؟ لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا متكاملا يحقق أهدافهما، يعني أهداف المسيحية النصرانية الضالة الوثنية، ويحقق أهداف الشيوعية. هذا الإسلام الذي لا بد أن يحكم، يطبق الاشتراكية ويضع يده في أيدي النصارى على أساس أخوة الأديان وزمالة الأديان. هذا ما يدعو إليه الترابي، ودعا إليه سيد قطب، ودعا إليه الغزالي، ودعا هؤلاء الذين يريدون أن يطيحوا بالحكومات الموجودة ويقام حكومة للإسلام الذي لا بد أن يحكم. ما هو هذا الإسلام؟ هو الذي يمزج بين الشيوعية وبين النصرانية، ويجعل منها مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما. هذه هي الدولة المرتقبة. والآن ما يجري في السودان وفي أفغانستان تطبيق عملي لهذا المنهج ولهذه الأسس ولهذه القواعد التي وضعت هذه الزعامات التي ذكرنا بعضها. هذا الذي يراد لهذه الجزيرة أن تصير مثل السودان ومثل إيران ومثل أفغانستان، ويتحدون مع النصارى ومع اليهود ومع غيرهم في ظل دعوة وحدة الأديان أو أخوة الأديان أو حرية الأديان. هذه كلها موجودة في هذه المناهج التي تناهض هذا المنهج السلفي الحق الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى سواه. هذا المنهج
الذي يؤمن بشمولية الإسلام وكماله، وأنه لا يحتاج إلى الترقيع من أحد، لا من زعامات خرافية ولا من زعامات ملحدة، وإنما هو إسلام متكامل لا يحتاج إلى أن يرقع من الشيوعية ومن النصرانية مزيجا كاملا، فهو غني بذاته ويريد محو هذه الأباطيل المتمثلة في الشيوعية وفي الهندوكية وفي البوذية وفي النصرانية وفي اليهودية، حتى لا يبقى إلا دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال أعداء الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. والله ولو كره الخرافيون والقبوريون والمشركون والملحدون هذا الدين لا بد أن يحقق الله وعده، وقد حققه وحققه مرات، لكن برجال يؤمنون بهذا المنهج ويرفعون رايته بكل شجاعة وبكل جرأة، ولا يخافون لومة لائم في سبيل ذلك، ويقدمون أموالهم وأنفسهم ودماءهم وأعراضهم تضحية لنشر هذا الدين ورفع رايته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح هذه السحب الكثيفة التي تتكاذب على عقول أبنائنا وتحول بينهم وبين رؤية الحق وبين إدراكه، أسأل الله أن يزيح عنهم، ولكن هذا يتطلب جهودا منكم، جهودا قوية متكاتبة متضافرة، حتى تزول الغربة هذه التي بدأت تدب إلى هذا البلد. الشباب الذي دكاترة وحملة ماجستير وغيرهم ما مشغول إلا بالسياسة، السياسة منهج فلان ومنهج فلان. محمد بن عبد الوهاب أقام دولة ما نزل حديث العقيدة، مؤلفاته كلها في العقيدة، وباب واحد عن السياسة، باب من أطاع الأمراء والعلماء في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قالها محمد بن عبد الوهاب ونحن نقولها ونعتز بها. فصل واحد يكفي إذا كنا نريد أن نطبق الإسلام حقا. الحكومة تطبق من جهة، والمؤلفات يعني يترى بعضها إثر بعض، كلها كأن قوم ما يعرفون من السياسة شيء، كأنهم ما عندهم إلا العقيدة. ليه؟ لخطورة بارك الله فيك ما يحيط بالعقيدة من فجر التاريخ إلى يومك هذا. الشيطان وشياطين الإنس يركضون في ميادين العقيدة ليحرفوا الناس قبل كل شيء عن العقائد التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجاء هؤلاء السياسيون يفتحون الباب على مصراعيه لعودة هذه الضلالات وعودة غربة السنة والتوحيد. وقد وجد أعداء الحق وأعداء السنة من السحرة والكهنة والخرافية القبوريين يعني مجالا يعني خصبا لهم لعودة ما يتمنونه من غربة الحق. أما سمعتم أنه لما قامت ثورة جهيمان قال واحد خطر من الخرافيين قال اليوم غابت وأفلت شمس السلفية، واتخذها الأعداء من هؤلاء الخرافيين ومن الحزبيين السياسيين أخذوا منها سلاحا يضربون به السلفية. ووالله ما دفع جهيمان وإخوانه إلى تلك الفتنة إلا هؤلاء الخبثاء، هؤلاء الحزبيون، والسلفية براء مما حصل من فتنته، وهم ضد كل فتنة تناهض المنهج السلفي، عقيدة كانت عقائدية أو سياسية، عقائدية كانت أو سياسية. فنحن نناهض أي فكر بهذه الدعوة سواء كانت تمس العقائد أو تمس السياسة الإسلامية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه السياسة والحاكمية تقول لا بد الإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الإيجابية الوحيدة التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما. هذه الحاكمية اللي يقص لها أصحابنا الآن وشبابنا ويريدون لها أن تعود وأن تقوم أن تحكم. لا بد لها أن تحكم. ليه؟ لأنها تمزج بين الأديان. أنا سألت بعض العلماء والله الشباب ودكاترة وغيرهم علماء كبار ما رأيكم هذا العبارة؟ قال هي دعوة إلى وحدة الأديان. وتجد حرية الأديان. سألنا عن حرية الأديان التي تدور في هذه الدعوات
المجددة التي تريد تجدد الضلال والكفر والشرك. نسألهم عن هذه الدعوات حرية الأديان، قالوا هذا كفر. اقرأوا في كتاب العواصم مما في كتب سلم القواصم لتروا أقوال العلماء. أنا ما أكفر وما أضل وما شيء، أخلي الكلام العلماء في هذه العقائد الضالة. فيا شباب أكبر مكيدة لكم هو منهج سيد قطب، أكبر مكيدة. المكائد كثيرة لكن منهج سيد قطب والله أكبر مكيدة للدعوة السلفية هنا. وافهموا هذا. وأنا أقول مرات وكرات لبعض الشباب إنهم صوروا هذا المنهج في صورة المنهج السلفي مثل البو. تعرفوا البو؟ إذا مات فصيل الناقة حشوا سلخوا جلدها وحشوه بالتبن، ثم إذا أرادوا حلب هذه الناقة المسكينة قدموا لها هذه الصورة فتدر عليها. فهم محاربة الطواغيت، محاربة الشرك، محاربة الأوثان، وفي كلها كلام فارغ. الطواغيت غير الطواغيت حارب الأنبياء، والأوثان غير الأوثان غير التي حاربها الأنبياء وحاربها السلف وحاربها القرآن، كل شيء. لكن الصورة هي صورة البو. وفرح وتراكب كثير من الناس إنهم ما فقدوا المنهج السلفي، هذا البو هو المنهج السلفي. فهذه مكيدة رعناء خبيثة لا بد أن ندركها ونعمل كل ما نستطيع، نسخر كل ما عندنا مطالع الإمكانيات للقضاء على هذا البو والتخلص منه ومطاردته في المكتبات والجامعات وفي كل مكان. نحطم هذا الوثن الذي وضع صورة تقوم مقام المنهج السلفي. ادركوا هذا واتركوا الغرور واتركوا العواطف العمياء وأبصروا طريق الحق وسيروا فيه قدما، والله يحقق بكم إعادة العزة ورفع راية التوحيد. نسأل الله أن يحقق ذلك. إن ربنا سمع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. هنا سائل يطلب من الشيخ خلاصة ما ذكر عن سيد قطب ومنهجه وأفكاره. أنا كتبت 4 كتب في بيان منهج سيد قطب، ذلك أني أدركت أن هذا المنهج كيدت به الدعوة السلفية، سواء أراد هذا سيد قطب أو ما أراده. أتباعه وأحبابه وأنصار الأمر الفكري هم الذي طرحوه بديلا عن المنهج السلفي. فأنت لا تجد مجالا إسلاميا إلا وتجد سيد قطب قد شوه فيه صورة الإسلام، يعني في مجال أصول خاصة. فاقتصاده اشتراكية وتعطيل للصفات وطعن في الصحابة ونيل من بعض منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نيل شديد، وقول بخلق القرآن وقول بوحدة الوجود وأشياء كثيرة عرضتها لكم في هذه الكتب. والظاهر أنني كتبت في كل كتاب خلاصة ما فيه، فارجعوا إلى هذه الكتب لتستوفوا ماذا عند سيد قطب من الضلالات التي نعوذ بالله لولا وجود الدعوة السلفية هنا لابتلعوا كل هذه الأفكار. ولكن بعض الناس يعني قد يعرف أن هذا خطأ، ولكنه يقدس هذا الكاتب ويغلي فيه أو يغلو فيه ويوالي ويعادي، وقد يصل به الأمر إلى محاربة الدعوة السلفية نفسها وأهلها والعياذ بالله، مع معرفته بأن أهل الدعوة السلفية على حق وأن المنهج السلفي هو الحق. فالعناد والمكابرة والغلو تدفعهم إلى هذه المواقف المخزية مع الأسف الشديد. فهذا ما ينبغي أن أذكر لكم، وأرجو العودة إلى قراءة هذه الكتب وخلاصاتها، وستجدون فيها ما يحقق أمنيتكم التي طلبتموها في هذا السؤال. أحسن الله. أنا سائل يسأل
يقول: ما هذه الحملة الشعواء على العلماء الكبار وما يشاع عنهم وعليه من تهم وافتراءات ترسل بالفاكسات وتكتب بالكتابات ونسبة أمور إلى هؤلاء العلماء، ما هو سبب هذه التهم؟ السبب من أن تأخذوه من المحاضرة، وهو العداء لهذه العقيدة التي صارت معقلا لهؤلاء الذين انحازوا إلى معسكرات الكفر ويرسلون القذائف المدمرة من هناك، من معاقل الكفر ومن أوساط جيوش الكفر، يرسلوها قذائف مدمرة لتستأصل شأفة التوحيد وشأفة علماء التوحيد وشأفة حكومة التوحيد. هذا حاربت المنهج السلفي أكثر من 100 سنة، وكانت تحاربه باسم الوهابية بهذا الاسم، وتؤلب على السلفيين الذين يواجهونها، تؤلب عليهم الوثنيين، وتؤلب عليهم الخرافيين والقبوريين. وكلما أقاموا دولة تتكالب من وراءها من الوثنيين والقبوريين ويسقطونها. ثم استمر هذا الصراع بينهم هذا الوقت الطويل. في خلال هذا الصراع قامت دولة التوحيد هنا، دولة الوهابية. قامت دولة الوهابية في الجزيرة. تعرف أن الإسلام لا يتمثل إلا في هذه الدعوة الوهابية، لأن لها مستشرقين هي وغيرها، ولها دارسون، ولها يعرفون من هم على الإسلام حقا ومن هم على الباطل. هم يعرفون أن هذه الدولة تمثل الإسلام، وأن علماءها يمثل الإسلام، وأن منهجها يمثل الإسلام الذي تسميه بالوهابية. فلا بد أن تقف له بالمرصاد. في حرب الأفغان كانت إذاعة أنها تحذر الشعب الأفغاني من العقيدة الوهابية، واحذروا من الوهابيين لأنهم يريدون أن يبدلوا دينكم بدين الوهابية. وحاكوا مؤامرات وعقدوا مؤتمرا سياسيا في إيران جاء فيه كويلار ممثل الأمم المتحدة في ذلك الوقت، وحضر الأحزاب السياسيون المجاهدون، وحضره رئيس أفغانستان، وحضره الرئيس الإيراني. وبعد أسبوع سقطت الدعوة السلفية في كونار وقتل رئيسها. كانت مؤامرة خبيثة. فتلك المؤامرات القديمة والحديثة هي بنفسها الآن تحاك على هذه البلاد، وترسل هذه القذائف من هناك من خلال الفاكسات ومن خلال غيرها. لا هدف لهم إلا هذا. هل تريد أن تقيم دولة إسلامية وخلافة إسلامية تقوم على التوحيد وعلى الإسلام الحق؟ أليست هذه قرينة على خبث هؤلاء وعدائهم؟ فهذا السؤال الذي يقول لماذا تشن الحملات على علمائنا، هذا سره الذي قلته لكم، فادركوا ذلك. نعم. صرح في فاتح 22 عن دعوة الشيخ دعوة محمد بن عبد الوهاب وإسلام آل سعود الذي استقر في بلدنا، يقول المستعمرين يجب أن ينسف نسفا. هذا الكلام، هذا هو سيدة أمثاله ممن أقاموا مؤسسات هناك لحرب الدعوة السلفية. والمنافذ هي منهج سيد قطب وأمثاله لتدمير هذه الدعوة السلفية. أعطنا صورة من جزاك الله خير. افهموا هذا. بتقديرنا واحترامنا لعلمائنا المجتهدين من أمثال ابن باز والله كذاب. فإننا ساعون في مسارنا هذا الدين الذي في بلادنا الجديد، إسلام ابن سعود الذي استقر في ضمير علمائنا. إسلام ابن سعود. نعم. ما هو دين الله؟ يجب أن ينسف نسفا. الله أكبر. إسلام دين ابن سعود استقر في نفس ابن باز الذي تمدحه في ضمير العلماء. نعم، هذا دين ابن سعود، دين محمد بن سعود وعبد العزيز وغيرهم. هذا هو. هم لماذا يحاربون آل سعود؟ لأنهم آل سعود لو جاء آل سعود بالعلمانية سكتوا عنهم، لكن تشبثوا بالإسلام فاستمرت الحرب والمؤامرات. الذي يستطيع أن ينفذ خططهم
ويحقق أحلامهم أمثال هذا الرجل وأمثاله. صخرة الإسلام ظلت قوية صلبة، فجاءوا بهؤلاء ليفتتوها. هذه مؤامرة سياسية على العقيدة السلفية كما قلنا لكم. أحسن الله إليك. هنا سائل يسأل يقول: يستدل بعض المفتونين بجواز الخروج على ولاة الأمر بقصة الحسين بن الزبير رضي الله عنهم، وكذا في قصة سعيد بن جبير، فكيف الرد على هؤلاء المفتونين؟ هؤلاء أعتقد أن كثيرا منهم يعرف الحق ولكنه يتبع هواه ويتعلق بخيوط العنكبوت. والله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة الله وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر الذي بلغ من أهميته أنه لا يمكن تطبيق الإسلام ونشره إلا إذا اجتمعت كلمة المسلمين على إمام يقيم شريعة الله ويقيم الحدود ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ما وجد إلى ذلك سبيلا وما وجد إلى ذلك استطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرسول يؤكد هذا في أحاديث كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. ثم الرسول يتحدث عن ماذا ستلاقي هذه الأمة من علماء عندهم منكرات وعندهم جور وعندهم انحرافات، يذكر هذه الأشياء. ثم لما يفرغ من ذكرها يسألونه: ماذا نصنع؟ نسل سيوفنا؟ يقول: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الصلاة قائمة هنا، والزكاة قائمة، والشريعة قائمة، ونصرة المجاهدين في كل مكان قائمة، وبلاد هذه تدر بخيرها العلم والدين على العالم الإسلامي. ما نقول بس لو لم يبقى إلا الصلاة تقام، لألزمنا الشرع بتحريم الخروج على من يقيم هذه الشعيرة، الركن الثاني من أركان الإسلام. لكن هؤلاء لا يرون أي قيمة للعقيدة التي تدرس في قلاع الدعوة السلفية في هذا البلد، ولا يقيمون أي وزن للصلاة والزكاة والشعائر الإسلامية السائدة في هذا البلد، لا يقيمون لها أي وزن. فما يرون إلا الخروج لتدمير هذه الشعائر الباقية. تكون نتيجة هو التخلص حتى من هذه الشعائر. ونحن ما نخدع بالدعايات. ابن سبأ أول مكيدة للإسلام كان يرفع شعار المعروف والنهي عن المنكر، ووضع بذرة الخوارج والروافض هذا الخبيث. ما كان يقول أنا كافر وأنا يهودي، يقول أنا مسلم، ويبكي غيرة عن الإسلام ويأمر، يقول اظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكسبون العوام تكسبون الناس، ارفعوا هذا الشعار يكتف الناس حولكم. وفعل هذا، وجاء المختار بن أبي عبيد ورفع شعارا دينيا وهو الثار لأهل بيت رسول عليه الصلاة والسلام، ثم أصبح معروفا يدعي الألوهية وادعى النبوة. وجاء المختار بن أبي عبيد ورفع شعارا دينيا وهو الثار لأهل بيت رسول عليه الصلاة والسلام، ثم أصبح معروفا يدعي الألوهية وادعى النبوة. ثم جاء المختار أبو مسلم الخراساني رفع شعار إسلامي، شعار أهل البيت وإعادة الإسلام وإحياء السنة، ثم طلع زنديقا. وهكذا إلى عصرك هذا حكام مصطفى أتاتورك وأمثاله رفعوا شعار الإسلام أولا، فلما انخلى من الناس أظهروا ما عندهم من عقائد. الآن إيش الدليل عندي؟ الدليل الدول القائمة لهذه الدعوة الموجودة. هذه الدعوة موجودة، دول قامت. لماذا لا يحكم بالإسلام؟ لماذا ما يحاربون أمريكا؟ لماذا لا يجهزون الجيوش لتدمير أوروبا وأمريكا؟ لأنهم يطلبون منا أن نجاهد ونحارب هذه. لماذا يعترفون بإسرائيل ويقول زعيمهم أنا مستعد أن أتآخى مع اليهود وأتحد معهم دينيا؟ يرمون غيرهم بأنهم متآمرين مع اليهود على الإسلام ومتآمرين مع أمريكا، كذبا وزورا. ناس بلد ترتفع فيه راية التوحيد وراية السنة ترتفع فيه
وتنكس فيه أعلام الباطل، أعلام الشيطان، أعلام البدع، وأهلها أنوفهم مرغمة في التراب. ولله الحمد، من هيبة الدعوة السلفية يكون إنسان حزبي يكيد للدعوة السلفية، تقول له أنت حزبي، يقول لك أنا سلفي، أنت سروري، أنت كذا، يقول لك أبدا، خوفا من سيف السنة. والله لقد قابلنا وزراء في بلدانه، وهذا محمد معي في المغرب وزير، والله يتملقنا ويظهر لنا بالمظهر السلفي. ورحنا في أفغانستان والله يتملقون، ونحن ضعفاء مساكين، مدرسين مساكين، ما عندنا شيء، والله يتملقون خوفا من السلفية، ويظهرون أمامنا بالمظهر السلفي. وهؤلاء الكائدون وأذنابهم يأبون إلا الإصرار على أنواع المنهج السلفي. ليه أنت المنهج السلفي؟ ليه تطبل لأهل البدع والضلال وتطبل لأفكارهم وتدافع عنهم، وتحول بين شباب هذه الأمة وبين معرفة الحق، حماية للبدع وحماية لأهلها؟ ما أدري إيش السؤال هذا. هذا السؤال مرة ثانية لك. يقول ابن الزبير والحسين عبد الله بن الزبير تمت له البيعة بعد انقراض الدولة الأموية في وقته، فما كان خارجا أبدا. والذين خرجوا على الحجاج وعلى عبد الملك اعترفوا بأخطائهم وتابوا وندموا. وأجمع علماء السنة وأهل السنة على امتداد تاريخهم على تحريم الخروج، أخذا بالأدلة الواضحة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا وفي مكرهنا وفي أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا جاء الحسين وخالف هذه النصوص والله نلتمس العذر. أما أن نتخذ منهجه وأسلوبه فهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. أما أن نتخذ من خروج حجة فهذا تضليل لشباب الأمة. أي النصوص؟ الحسين لو بلغت هذه النصوص ما خرج، لكن لم تبلغه هذه النصوص. وسعيد بن جبير ما بلغته هذه النصوص، ولو بلغته، وهذا واجب أن نأثر مبلغه. هل هم سمعوا هذه النصوص وخالفوا وخرجوا عنادا لها ومكابرة لها؟ حاشاه. لكن هؤلاء أن يعرفون هذه النصوص، وطلعت الرسالة في الرسالة والكتاب في الكتاب تبين هذه النصوص وتبين فقهها وتبين فقه السلف لها، ومع ذلك والله يحاربون هذه الكتب ويحرقونها. هؤلاء دعاة حق ولا دعاة باطل؟ جاءوا يضحكون على الشاب مثل هذه الأسئلة التافهة. ابن الزبير ما خرج على أحد، خرج عليه عبد الملك بن مروان، اسمه مروان بن الحكم نفسه. مروان لما بايعت الأمة كلها لعبد الله بن الزبير لم يبقى إلا جزء من الشام ركب بنفسه مروان ليذهب يبايع عبد الله بن الزبير، فاعترضه الشيطان من شياطين الإنس وقال لا تفعل هذا وأنت شيخ بني أمية، فخرج مروان على ابن الزبير. عرفتم هذا؟ هذه هي الحقيقة. بارك الله فيكم. فافهموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وافهموا منهج السلف، ودعوا هؤلاء المغالطين الذين يحملون فكر الخوارج ويدندنون حوله ويريدون يرد الشباب عليه بمثل هذه الترهات ومثل هذه المغالطات. لكن مروان له شبهة يعني. مروان له شبهة، لكن هم ما يتخذون منه أسوة، ما يتخذون منه أسوة. احتجوا بالحسين واحتجوا بعبد الله بن الزبير. طبعا الفرق بين عبد الله بن الزبير صحابي فاضل وبين مروان، وفرق بين سعيد بن جبير وبين غيره علماء فاضل حتى تابوا وندموا، شركاؤه تابوا وندموا وحكموا على أنفسهم بالخطأ، وهو قتل مسكين رحمه الله وغفر له، واجتهاده خطأ، نسأل الله يغفر له في هذا الخطأ. أحسن الله إليك. ما رأيكم بمن يقول أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم؟ هذا لا يقوله أستغفر الله إلا إنسان مخطئ لا يعرف تاريخ هذه الأمة ولا يعرف مقاصد الشريعة، وإما مغرض متلاعب بعقول الناس. عرفتم أن الانقسامات حصلت في هذه الأمة من فجر التاريخ. لما سقطت الدولة الأموية في المشرق على أيدي العباسيين تحرك أحد الأمويين إلى الأندلس وفصل هذا الجزء الغالي من الخلافة الإسلامية،
جهز له المنصور الخليفة العباسي جيشا فقضى عليهم واستأصل شأفتهم وأرسل برؤوسهم المنصور. فقرر المنصور ومن وراءه من العلماء وغيرهم إن هذه فتنة ما يمكن إطفاءها مثل هذا الأسلوب، فسلموا بهذا الانقسام. ما قالوا كانوا يجاهد الأمويون ويقاتلون ويأسرون ويغنمون ورفعوا راية الإسلام وشعار الإسلام في المغرب، والدولة الخلافة العباسية ترفع شعار الإسلام في المشرق. الأخطاء هنا وهناك موجودة. هل قال أحد من العلماء في المشرق إن لا تتم لك الخلافة حتى تضم الأندلس؟ والله ما نبايعك منصور ولا سمع لك ولا طاعة حتى تضم الأندلس، لأنه أنت الآن لست الإمام الأعظم، لأنك منافذا في الأندلس. وبعد أيام تنقسم المغرب إلى 5 أو 6 دول في عهد مالك والثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام. ما قالوا للخليفة لا بيعة لك لأنك لست الإمام الأعظم، لأن هناك 5 دول الآن تنافسك فلا بد من القضاء عليها، فلا تصح بيعتك إلا بهذا. ما قالوا، كان أهل المغرب كل دولة تبايع إمامها، وأقر المسلمون هذه الأوضاع ولا نكير، لا في خطبهم ولا في مجالسهم ولا في دروسهم ولا شيء، أقروا، لأن المفسدة عظيمة وسفك الدماء التي ستراد في تحقيق هذه الغاية ولم تتحقق. لو بذل المنصور أقصى ما عنده من قوة وإمكانيات لا يستطيع وهو في المشرق أن يقضي على الدولة الأموية في الأندلس. وجاء عصر الرشيد وخرج الأغالبة وخرج الأدارسة وخرج والله ما استطاع أن يجمع هذه الدول ويقول لهم لا تصح. ولا قال العلماء لا خلافتك غير صحيحة الآن. ليه؟ لأن الآن هناك 6 دول أو 5 دول في المغرب، فبيعتك هذه ليس شاملة للأمة الإسلامية. لا، ما قالوا هذا الكلام، أقروا المسلمين على ما في من الأوضاع، لأن المفاسد التي تنتظرهم لو أرادوا أن يجمع الأمة على إمام واحد هو الإمام الأعظم لضاع الإسلام قبل أن يحققوا هذه الغاية. فخضعوا للواقع لأنهم يعرفون مقاصد الشريعة الإسلامية، يعرفون مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنه ليس قصد الإسلام بالإمامة العظمى هو أن تسفك دماء المسلمين وتضيع دولهم من أجل تحقيق هذه الغاية. فهؤلاء الآن إما جهلة وإما يعني مغرضون يلعبون بعقول الناس. وإلا ماذا نقول في علماء الأمة الإسلامية من ذاك التاريخ إلى هذا اليوم؟ ماذا نقول فيهم؟ جهلوا هذه الحقيقة وعرفها هؤلاء الجهلة. هذه هي الحقيقة التي أقول لكم، وإن الإمامة تصح ولو تقسمت الأمة الإسلامية، لأن الإسلام لا يقوم إلا بالتسليم بهذا الواقع. لا يتم الإسلام وتقوم شعائر الإسلام وتقوم عقائد الإسلام ويقوم الإسلام إلا إذا سلمت كل بلد ما عنده. وإلا طبعا الآن لو أرادت دولة هي واحدة ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ من سفك الدماء ما لا أول ولا آخر، وستتكالب قوى الشر هذه الدولة. ولا ندري إيش النهاية إذا نحن فكرنا بهذا الحلم الذي يحلم به هؤلاء. ونحن هم يريدوا إمام ولو مثل الخميني، ولو مثل الخميني يحمل يعني إمام الأمة بارك الله فيه، ويوحدون تحت رايته الخرافيين والقبوريين، وهذا هو الذي يحقق الإسلام عندهم. تفضل. أحسن الله. وما رأيكم في الدعوة القائمة في الجزائر؟ هل هي على وفق المنهج السلفي الصحيح؟ نحن ما ذهبنا إلى الجزائر، ولكن نسمع أن هناك سلفيين قائمة دعوتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، وأناس آخرون لم يعرفوا منهج السلف وتشبعوا بمنهج سيد قطب وأوسعوا هذا البلد وأسخنوه بالمشاكل، فعادت الجزائر القهقراء. كان الناس في شعب الجزائر أقبل على المنهج السلفي، وكان يعني تعلقه بالشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين. معظم الشعب الجزائري لا يقبل إلا فتاواهم ويسير في طريق المنهج السلفي. فأدرك أعداء الإسلام من الشرق والغرب انتشار المنهج السلفي في هذا البلد وقيام دولة سلفية، فحرك الأحزاب الجاهلية المنحرفة
للقيام بهذه الفوضى التي حصلت في الجزائر. فحصلت النتائج التي ترونها الآن من سفك الدماء وزلزلة البلاد وأهلها وانحراف كثير من شبابها وضياعهم وتشردهم. فما هي الثمار الطيبة التي جنيناها من هذا الرأي الذي لا يعرف حقيقة الإسلام لا عقيدة ولا شريعة؟ ولو قامت له دولة لأقام دولة تصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويحققها. لا قامت الدولة تكون من هذا النمط. سيكون أستاذهم. والله لو كان هذا ينفع الإسلام لو وقفوا فيه ضده ما أيدوه. سمعت مع المؤتمر اللي عقد تحت مظلة الفاتيكان، عقد في أوروبا في فرنسا تحت مظلة الفاتيكان، وحضرت الأحزاب الإسلامية وباركه الفاتيكان ومنظمة الفاتيكان، لأنه إسلام حق. هذا الإسلام أخو اليهودية وأخو النصرانية فأيدوه. نعم. والسودان كذلك مؤتمرات الأديان ذكرناها سابقا. يقول هذا السائل: هناك من طلبة العلم يقسم الشرك إلى قسمين: الشرك البدائي والشرك الحضاري أو السياسي. وأما البدائي فعبادة الأصنام، وأما الحضاري أو السياسي فهو الشرك الحاكمية. فما توجيهكم في هذا الأمر؟ هذا منبثق من منهج السيد قطب، وهذه عبارات نفسها يرددها من لا يفهم حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك مع الأسف الشديد. والشرك هو الشرك من فجر التاريخ إلى قيام الساعة، وأكبر ما حذر منه هذا الشرك الذي يسمونه البدائي. ولم ينقرض هذا الشرك ولا يعتنقه البدائيون فقط، بل والله يعتقده كبار الساسة وكبار الأطباء وكبار المفكرين وكبار المهندسين في اليابان والصين والهند وأوروبا وأمريكا، كبار وكبار وكبار أعلام الشياطين، والله الذي يمدحهم هذا بأنهم متحضرون ويبهر بحضاراتهم. أنا ناقشت هذه الفكرة أظن في كتابي أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ناقشت مثل هذا الهراء وبينت أن المجتمعات الآن مهما وصلت إلى الثقافة وإلى المخترعات التي تظهر هؤلاء الذين يقولون الحضارة والحضارة، مهما بلغوا فإنهم لا يزالون متعلقين بالأوثان والصلبان. فاذهبوا إلى كبار المفكرين في الهند واذهبوا إلى كبار المفكرين في اليابان تجدوهم يخضعون للأصنام والأوثان ويعبدونها مثل ما كان يعبدها القدامى الذي يسمونهم بدائيين. فهذه الحقيقة ما تغيرت، وإنما هذا لصرف الناس أو للطعن في الدعوة السلفية، لأنها تتعلق بالتوافه وتتعلق بالأمور البدائية وتخلي بين الحكام يسرحون يمرحون كما يريدون، ونحن نتصدى لحربهم كما يقولون. ولكن والله هذه ليست طريقة الأنبياء، ونحن لا نصدقهم في تحدي الحكام. لماذا ما يتكلمون في حكومة السودان وهي طاغوتية الآن؟ ولماذا لا يتكلمون في حكومة اليمن؟ ولماذا لا يتكلمون في حكومة إيران؟ ولماذا لا يتكلمون في حكومة أفغانستان؟ كل هذه الطوائف التي يحاربونها الهدف من هذا البلد بلاد التوحيد. فعرفوا هذه الأهداف الشيطانية. أحسن الله عليك. السائل يقول: ما توجيهك للشباب الذين اغتروا وتعاطفوا مع المدعو الحداد، فهم يقولون أنه يدندن حول منهج السلف ولا يتكلم إلا بالآثار، وفي المقابل يطعنون في المشايخ الكبار ويقولون أنهم متعاطفون مع أهل البدع؟ هذه أيضا من مكائد الخصوم. دعوة الحداد مكيدة لضرب المنهج السلفي والطعن في أهله وتشويههم. فهذا رأينا في كتبه تشويه السلفيين وأهل السنة والجماعة، شوهم في عدد من كتبه، وغرس هذا الحقد في نفوس كثيرين. هذا الحقد وهذه الكراهية وهذا البغض لا يقل عن بغض أشد أهل البدع لأهل السنة. وأضرب لكم مثال:
بدأت هذه المكيدة بأهل المدينة. فلان كذاب، فلان كذاب، فلان كذاب، انتقلت لحائل، فلان كذاب العبيلان، انتقلت للشرقية، فلان كذاب. فأصبحت رؤوس السلفية كلها مدمرة، محكوم عليها بالإعدام، كلهم كذابين. هذا أكبر مأوى خبيث وجه إلى الدعوة السلفية. والله بدأوا هكذا، وصبرنا عليهم ودعوناهم وناصحناهم وبينا لهم خطوط هذا المنهج، وبينا تعلقوا بابن حجر وابن النووي ليصلوا فورا إلى إسقاط السلفية، وهي منبثقة من منهج سيد قطب. والدليل على هذا أنهم يرمون بالإرجاء، وشد دعوة سيد قطب وإخوانه وأمثاله، يرمون بأننا مرجئة وغلاة مرجئة، ويكثرون من هذا ويصرفون في نسبة الإرجاء إلينا، ونحن أبرأ الناس إن شاء الله من فكر الإرجاء ومن فكر الخوارج ومن كل بدع. وما ذنبنا إلنا أننا نواجه هذه الدعوات الضالة. فوضعوا لنا هذا الكمين، ووضعوا لنا هذه محطات تشويش على الدعوة السلفية، وهي من مكايد الأعداء الخبيثة الخطيرة التي تلبس منهج السلف بقوة، وهي تريد تدمير هذا المنهج. فبدأت برؤوس أهلها. والله إحنا نعرف العلماء الفضل، لكن والله ما حد واجه البدع مثل المدينة في كتاباتهم وفي محاضراتهم من 15 سنة. فوجدوا أن أشد الناس على البدع هم أهل المدينة، فلا بد من طعنهم ورميهم. العبيلان كذلك، يا إلى حائل، وهي بلاد مظلمة بالجهل والانحراف والفسوق، وأثر المنهج السلفي زهيد ضئيل فيه، فربى أناسا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ورفع راية السنة، وبدأت المنطقة تضيء بهذا المنهج. فراح يقول إنه كذاب إنه كذاب إنه كذاب شيء عنه هؤلاء الحداديون. فكانوا والله أخطر على المنهج السلفي من منهج سيد قطب ومنهج غيرهم أهل الضلال. فافهموا هذه المكيدة للدعوة السلفية والمنهج السلفي. وهم السلفيون هم أهل السنة. الألباني من كبار أهل البدع، وابن باز والله ما يقدر يجهرون بها، وإلا والله ابن باز مشغول بآباء الأمة، والله ما قام البدع مثل الألباني. كيف يبدعونه؟ هذا الذي يبدع الألباني يبدع ابن باز، وصرح بتبديع الفوزان وتبديع بن عثيمين وغيرهم. هذه أخبث مكيدة للمنهج السلفي. وإن تظاهروا بأنهم سلفيون فهم والله كذابين، كتظاهر أبي عبيد مختار بن عبيد وتظاهر أمثاله ممن يكيد الإسلام. مكيدة من هناك أرسل أي عدو من الأعداء. هذا جاء وغرس في أذهان كثير من الناس، منهم الذي يفهم هذه المكيدة ويسعى في تنفيذها، ومنهم من لا يفهم، هذا بضاع كسائر الببغاوات والأسف الشديد. أحسن الله إليك. هنا سائل يسأل عن جماعة الدعوة والتبليغ، فيقول: كيف تقبلون هؤلاء منهجهم بدعي وهم يخرجون في سبيل الله ويدعون إلى الله؟ والله في بلاد الهند رأينا أناسا يتراكضون عراة الأجسام، يحمل على ظهره ماء إلى مسافات طويلة، يجري ويمشي ويجري ويأكل وهو يهمهم بدينه. فهذه الحركة كما يقول الشيخ تقي الهلالي والله أخذت من الهندوكية أو من البوذية. السياحة في الأرض، كان العلماء يخرجون، لا الإسلام ما فيه سياحة، فيه جهاد، سياحة أمة الجهاد. فهم يخرجون على غرار الرهبان وعلى غرار عباد ورهبان الهندوكية، وليست هذه من الإسلام. الإسلام لا يعرف الرحلات إلا للحج، وإلا للجهاد في سبيل الله، وإلا في طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلو أراد هؤلاء بالأمة خيرا سينصحون شباب كل بلد بأخذ العلم من علمائه، ثم ينبثون في أرض الله ينشرون هذا العلم وهذا النور. لكن لا نجدهم إلا يحاربون العلماء، ولا نجدهم إلا يحاربون العلم، ولا يدعون إلى التوحيد، ولا يحاربون الشرك، ولا يحاربون البدعة. وحتى تفسير لا إله إلا الله محرف عندهم، وحرفوا آيات الجهاد لهذا الخروج، ووضعوا له من الفضائل
ما يفترون به ويأفكونها على الإسلام. ويكفيكم في هذا أن اللي أعرفه قد بلغت الردود عليهم أكثر من 30 ردا، ومن بينها ومن أفضلها ما كتبه العلامة الذي يمكن يغضب من قول العلامة حمود التويجي رحمه الله. فعليكم بهذا الكتاب لتعرفوا حقيقة هذه الدعوة، وإن شككتم في شيء فارجعوا لكتاب تبليغ النصاب أو ملفوظات زكريا أو أرواح ثلاثة لأشرف علي التهانوي، أو يرجعوا فيها لتروا فيها الشرك والضلال والبدع. فهذه دعوة ضالة منحرفة وقصدت هذا البلد. أنا أعتقد والله أعلم أن بيت القصيد هو هذا البلد، ولهذا لما قامت الدولة السلفية هنا تألب هؤلاء جماعة التبليغ وشيوخهم ألفوا 30 مسألة، وضعوا 30 سؤال وجوابا عليه يتبرؤون فيها من الدعوة الوهابية، وبخروجهم من هذه 30 مسألة وبرأت منها تبرؤوا من الإسلام مع الأسف الشديد. ثم وقع عليه علماء الهند الديوبنديون في الهند وباكستان قبل التقسيم، ثم طافوا في بلاد الحرمين وغيرها والشام ومصر يأخذون توقيعات للإجهاز على الدعوة السلفية وتأليب العالم الإسلامي عليه. فلما فشلت هذه الخطة وعقدوا مؤتمرات هناك لتدوير الحرمين، وكان أهل الحديث يكافحونهم ويردون أباطيلهم في صحفهم ومجلاتهم، فلما عجزوا وسقطت مكايدهم دخلوا لابسين لباس السلفية أو غير لباس السلفية وشرعوا يكيدون. وجاء الأخوان من مصر لابسين لباس السلفية ما شاء الله، شفت هذا، ويكيدون للدعوة السلفية، وهم الآن يتعاطفون يتعاونون فيما بينهم لأن الغاية واحدة. الغاية واحدة، فنسأل الله العافية والله يكفي شرهم. اقرأوا بهذه المناسبة كتاب على الأقل كتاب الشيخ تقي الهلالي وكتاب الشيخ حمود التويجي رحمه الله الجميع. هنا سائل يقول: ما الذي يترتب على التفريق بين الطائفة الناجية والفرقة المنصورة؟ أنا أعرف هذه اللعبة من أساسها. أنا مشيت مع الإخوان المسلمين وأدركت ما عندهم، وفي خلال سيري معهم وأنا والله أصارعهم من الداخل مشيت معهم بشروط أذكرها لكم. اشترط على مشي وسيري معهم أن نربي شباب هذه الحركة في العالم على منهج السلف، وقبلوا بهذا الشرط. والشرط الثاني ألا يبقى مبتدع في صفوف هذه الجماعة، فقبلوا هذا الشرط. ومشيت معهم وأطالبهم بتنفيذ هذه الشروط، وأطالبهم سنوات، والهوس يدفعني إلى الإسلام معهم لعلهم في يوم من الأيام يثوبون إلى رشدهم فيحققون هذه الشروط التي يرضاها الله تبارك وتعالى. فما أرى إلا مكايد وحيل وألاعيب. ثم في خلال هذا السير معهم كان واحد منهم يدرس في الجامعة الإسلامية وجهوه إلى كتابة رسالة تحمل اسم الطائفة المنصورة، فسألت عن عنوان هذه الرسالة فقال عنوان رسالة الطائفة المنصورة. فقلت: لمن تريدها الأخوان المسلمين؟ قال: نعم. قلت للأخوان المسلمين: كثوب ضم 70 رقعة فيها روافض وخوارج ومعتزلة ومبتدئة من كل صوب صوفية ولاة، تريد أن نسميها الطائفة المنصورة؟ إن العقل يرفض مثل هذا وما يقبل منه. أصر على، قلت: والله إن تجعل الأخوان المسلمين وأنا معهم الأخوان المسلمين تجعل الأخوان المسلمين الطائفة المنصورة لأكونن أول من يرد عليك. ثم ذهبت أنا مشغول ما أدري ماذا صنع، وبعدين تطلع رسالة باسم جماعة الطريق إلى جماعة المسلمين، غيروا العنوان. أنا قرأت فيها كلام هراء ما أعجبني، ولكن قيل لي إنه اعتبر بس في مكان ما من هذه زوايا الكتاب هذا أن الإخوان المسلمين هم الطائفة المنصورة. أنا بارك الله فيك ما أدري في نفسي حركات التبليغ والإخوان التي غزت هذا البلد بمناسبة الغزو، الإخوان المسلمين يكثرون من محاربة الغزو الفكري. الغزو الفكري هم يغزون ورب السماء. الاستشراق المستشرقون هم والله يعملون أعمال المستشرقين في هذا البلد، يعني كيف يعرفون خطط المستشرقين وخطط الغزو الفكري ويطبقونها على هذا البلد، ويتظاهرون أنهم يصدروا كتب الغزو الفكري وهم والله لا يطبقون هذه الأساليب على هذا البلد. المهم أنا كتبت كتاب مكانة أهل الحديث،
وبينت فيه مزايا الحديث وأنهم الطائفة المنصورة، وسقت فيها نصوص وكلام العلماء وشهاداتهم على أن حديثهم الطائفة المنصورة. هذه قاصمة على هذا الاتجاه السياسي الذي يريد أن يحتاز الطائفة المنصورة. لا يحتاز الطائفة المنصورة لأنه يضرب هنا في صخرة. حاول الإخوان تفتيت هذه الصخرة، عجزوا. قال أنت الطائفة المنصورة الآن نخدع الشباب، فعجزوا، لكن ما عندهم تفريق صراحة، أنهم ما بلغهم الغلو والحيل إلى درجة أن يفرقوا بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فجاء امتداد لهذه الفكرة، هذه التفرقة بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. من هم الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية في الحقيقة لا وجود لها. الفرقة الناجية إذا رأيت الكتاب عنها فتجد أنهم يصورونها في صورة ذميمة رديئة. والفرقة الناجية ذات الجهاد والنصر ومواجهة الكفار ومواجهة العلمانيين يريد أن يحتاجها للقطبيين، فأهدافها سياسية وليس الدافع إليها التحقيق العلمي، وإنما هو هدف سياسي يجذبون به كثير من البلهاء يوهمونه أنهم الطائفة المنصورة وهم قطبيون، وينطلقون ويذهبون ويجيئون في إطار منهج سيد قطب وفكره. ولهذا تجد كتبهم كلها ما تأخذ إلا من منهج سيد قطب، ولا تذهب وتجيء إلا على هذه الرحى. فهذه الحقيقة، إنها مكيدة سياسية للدعوة السلفية وأهلها. صوروهم بأنهم يعني يقولوا والله عندهم عقيدة صحيحة وعندهم يعني أخلاق مستقيمة ولا شيء وراء ذلك. ما شاء الله، هذه الصفات اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. لا معروف ولا منكر ولا شيء. ويأتي مكان ثاني فيه وخزات الشد من هذه على الطائفة المنصورة، لدرجة إنه وصف الطائفة المنصورة بصفات تنطبق على السوريين. شفت؟ ثم ماذا يصنع في الطعن هذا؟ بأسلوب ماكر جديد. كيف يطعن في السلفيين وفي أهل الحديث؟ جاء بكلام قاله ابن تيمية وابن القيم في أهل البدع والضلال، ركبوا على الفرقة الناجية، وإذا بها أهلك فرقة وأخذها وأسوأها. فهذه هي الدوافع إلى التفريق، إنها دوافع سياسية ماكرة إلى هذا التفريق. لأنه إذا قال الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم القطبيون، قالوا وفين أهل الحديث؟ فين هذه المدارس؟ فين هذه الجامعات؟ فين؟ قلت لا نعطيهم يعني صفة الفرقة الناجية، وبعدين احنا نعرف كيف نخربها. فهذه الحقيقة. جزا الله شيخنا الفاضل على هذه الإجابات. وهنا سائل يقول: لماذا لا يتم تأليف كتاب يتكلم عن منهجية سيد قطب وربطها بما يتم في هذه البلاد من منهجيات؟ وأبشر هذا السائل أن هناك كتاب سيخرج قريب إن شاء الله، وهو بعنوان هذه هي القطبية فاحذروها، وربط فيه المؤلف وحل طلبة العلم معروفين هذه المنهجيات مع ذلك المنهج. كفانا الله شرهم، وجزا الله شيخنا الفاضل على ما قدم من توجيه ومن إجابة على الأسئلة. صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة أن الشيخ حفظه الله قال وكفى ووفى وأجزى، وكما تقول العرب: لا عطر بعد عرس ولا يجلب التمر على هجر. وأنا المهجور في هذه الليلة، والشيخ ما شاء الله هو صاحب التمر، ولكن لا بد أن أرمي بقوسي وأدلي بدلوي، وكما يقال أرمي بسهمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في كتاب الذي أشار إليه فضيلته، وهو كتاب الطريق إلى الجماعة أو إلى جماعة المسلمين، هذه رسالة نوقشت في الجامعة الإسلامية في ليلة لا قمر فيها، وأقرت في دائرة سرية خلف الكواليس، وأشرف عليها أساتذة قائمون أحياء يرزقون.
في جامعاتنا بالرياض يدرسون، ولا أريد أن أسمي لأنه ليس من منهج السلف تسمية أو التصريح، وإنما مبال أقوام ولينتهين أقوام، وإن لم ينتهوا وعن غيهم يرتدعوا بأسمائهم نصرح إن شاء الله. قال في صاحب الرسالة ما يؤيد كلام الشيخ حفظه الله، قال عندما أراد أن يمثل إلى منهج سائر وآخر مندثر، منهج سائر وآخر مندثر، فقال بالمنهج السائر، قال هذا المنهج قد حدد أهدافه ومراده وهو ساع إلى تحقيقها وإقامة الخلافة في الأرض، ولم يمثل له، والضمير والجماعة في بطن المؤلف فاعرفوها. ولكن المصيبة كل مصيبة لما جاء إلى المنهج المندثر وأراد أن يمثل به أو يمثل له، ماذا قال؟ فتحوا آذانكم وأرعوني أسماعكم وعقولكم. قال منهج مندثر، قال مثل الوهابية في السعودية والسنوسية في أفريقيا، مثل بهذين المثالين، ثم انطلق وأعمى بصره وأغلق سمعه واستغشى ثيابه عن هذه الدولة القائمة وعن هذه الدعوة المباركة، وكأن القوم عن هذا غافلين، لم يقم باله ولم يرعي بأدنى إشارة لا من قريب ولا من بعيد. ولا شك أن هذا من باب التعامي عن الحقائق، ومن باب غمط أهل المقامات مقاماتهم، ومن باب عدم الإحسان. ألم يقولوا لا تستقيم أمورنا حتى نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت؟ أين الإحسان وأين الإساءة في هذا الباب؟ لا شك أنها في نصابهم ومسددة لهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قضى الله سبحانه وتعالى بالوفاة على صاحب الرسالة وأفضى إلى ما قدم، والآخر نسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يتب ويقلع عن غيره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نهاية أهل البدع ونهاية أهل الكلام. ولي تعليقة، ولا أريد أن أعلق بعد الشيخ، لي تعليقة بسيطة، أن وصفهم بأهل البدع هذا ثوب ضيق عليهم، هذا لباس ضيق عليهم، ولكن أرى أن يفصل لهم ثوبهم الذي هم يلبسونه، وقد لبسه غيرهم من أهل منهجهم، فأن يوصفوا بأنهم هم أهل الكلام، هم أهل الكلام، يسعون بالكلام وينطلقون بالكلام ويحاضرون بالكلام، فلا آية ولا حديث. وكما قال الإمام الشافعي أهل البدع أو أهل الكلام إذا احتجوا بكتاب الله وبسنة رسوله فإنما يحتجون به للاعتضاد لا للاعتماد، وإنما يأخذون به ليخدم قولهم لا ليجعله قولهم. وقال حكمي فيهم كما تعلمون حكمه الذي قاله وشرق وغرب، أن يجلدوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم على العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وأقبل على علم الكلام. هم أهل الكلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من الكلام ومن كثرة الكلام.